السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا تجهيزات رمضان بقى يا جماعة، ربنا يعوده دايما علينا وعليكم بكل خير يا رب. اللهم بلغنا رمضان. بصوا بقى، انا كنت الحلقة اللي فاتت فصصت معاكم البسلة بسرعة الصاروخ، وقلت لكم على تركاية او حيلة ذكية كده هنعملها لو قدامنا 20 كيلو من البسلة هيتفصصوا في ثواني. اللي ما شافش الفيديو هيلاقيه الفيديو اللي قبل ده على طول، فضلا يشوفه هينفعكم جدا بفضل الله. النهارده كان وقت تخزين البسلة عشان ما حبيتش يبقى الفيديوهين مضمومين في فيديو واحد ويبقى طويل وممل عليكم، فسموا الله وصلوا على الرسول. خلاص البسلة بتاعتي جاهزة على التفريز لانها اوريدي خلاص فصصناها الفيديو اللي فات. ان شاء الله هقولك على طريقة تفريز سليمة مليون المية، مش ممكن تتلج منك وتعمل قطع تلج، او الطبيخ بتاعها يبقى غامق، او تبقى مش حلوة معاكي. ان شاء الله تنجح مليون المية، او تفك القشرة وتعوم على الوش وكل الكلام اللي بنسمعه عن التفريز. هتطلع معاكي تحفة احسن من الشركات. وانا اصلا تفريز الشركات ما بيعجبنيش طعمه، بحس ان طعمه مغير. تعالوا اقولك ازاي هنفرزه مع بعض من غير ما طعم الخضار يغير ابدا ابدا ابدا. سمي الله، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانت طيبة. اوعي تنسيني في اللايك والشير فضلا منك، ما تضيعيش مجهودي، وخلي مجهودي يوصل لأكبر عدد ممكن والقناة تكبر بيكم بإذن الله. أنا متأكدة من إن شاء الله بفضل الله إن ربنا هيكرمني وانتوا هتكونوا سبب في ده. بصوا بقى، أول حاجة فصصنا البسلة، فردت كده فوطة نظيفة وهبتدي أفرش عليها البسلة بتاعتي. طبعا البسلة متفصصة ونظيفة زي الفل ومغسولة وفل الفل. هفرشها كده على الفوطة. لو عايزة الفيديو بتاع سرعة الصاروخ هتلاقيه قبل ده، أو ممكن تسيبيلي كومنت تحت أحطهولك، يعني رد على الكومنت على طول. فردت البسلة كلها على القماشة، ودي حركة أساسية وضرورية ليه يا شيرين؟ عشان أي مية فيها القماشة تشربها، لأن المية دي ببساطة هي اللي بتغير الطعم والزرنخ أكلي، وكمان تخلي فيه قطع تلج. فضروري الحركة دي سيبيها تنشف براحتها. إياكش يا رب تفرشيها من بالليل لحد الصبح. خلاص، يا ممكن قبل ما تنامي كده تفرشيها على فوطة، بس غطي عليها بفوطة تانية عشان الجو ما يأثرش عليها، وتسيبيها مهم تنشف تماما. انا بوريكي شكل البسلة خضرة وفريش وجميلة. الحركة اللي عملناها ما أثرتش أبدا عليها. الجزر بتاعي، طبعا الجزر اليومين دول حلو قوي، ممكن كمان تفرزي الجزر لوحده. قشرته، هبتدي اقطعه مكعبات بالحجم اللي تحبيه. كل ما كانت المكعبات صغيرة بحجم البسلاية، كل ما كان طبق الخضار بتاعك او الطبيخ بتاعك شكله احلى. طبعا البسله مش بس بتطبخ، ممكن في الشوربه. يا سلام، رمضان كل يوم عايز شوربه، ممكن تعملي شويه خضار سوتيه. فالبسله من الخضروات اللي ضروري تفرزيها، وهي اليومين دول حلوه قوي، والبسلايه مليانه على الاخر وطعمها مسكر، فما تستنيش عليها اكتر من كده وتقولي هترخص. لو نزلت عن كده هتفضى من جواها، فهي يا جماعه يعني دلوقتي احسن بكتير. الحقي فرزيها في الجو الساقع ده، بتبقى مليانه على اخرها والحبوب كلها مليانه وما فيهاش دود، وبتبقى مسكره جدا جدا من جوه. خلاص، يلا بقى نقطع الجزر مع بعض كده مكعبات صغيره زي ما انت شايفه، لحد ما اخلص كميه الجزر المناسبه لكميه البسله. قطعت الجزر وادي البسله سايباها زي ما هي مفروشه على الفوطه. ما تستعجليش عليها، انا مش عايزه فيها ميه، عايزه امسكها بايدي كده ايديا ما تتبلش ابدا ابدا ابدا. طيب يا شيرين، هتاخدي البسله غلوه على النار؟ هقولك لا، ده اللي بيغير طعمها ويخلي قشره البسله تفك من عليها. فاحنا خدناها كده زي ما هي، غسلناها ونضفناها وعملنا التركية اللي قشرتها لي في ثواني، وفرشتها على فوطة زي ما انتوا شايفين لحد ما تجف تماما. وكمان الجزر بتاعنا ناشف مفهوش مية ابدا ابدا. هجيب اكياس الحليب او اكياس التلاجة، مهم تكون نظيفة وجافة من جوه واول استخدام، وابتدي عبي البسلة. وضروري تخلي بالك ان ما يبقاش فيها ميه تماما. حطي كميه البسله اللي تناسبك وعليها كميه الجزر اللي تليق بيها. يبقى يعني ايه، حبايه البسله او حبايتين البسله قدامهم مكعب جزر. يعني ما كتريش الجزر قوي، بيبقى شكله بايخ كده، ما يبقى اكتر من البسله. فكل واحد وراحته. اما لو انتي حابه ان تبقى البسله لوحدها والجزر لوحدها وتحطي من ده على ده، خلاص وانتي بتطبخي تمام. انا بحب اعمل الكيس مشكل بالشكل ده علشان اوازن الشكل مع بعضيه. بقلبه وابص، حسيت ان لسه محتاج شويه جزر بحط تاني. تمام.
بحط على قد الطبخة، ولو لميتيها كلها في كيس واحد مش هيحصل حاجة أبدا، بس أنا عشان المساحة في الفريزر. لكن لو لميتيها في كيس واحد اوعي تفتكري إنها تلزق في بعضها، هيبقى صعب وتقعدي تكسري والكلام ده كله. لا 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 لا، مش هتمسك في بعضها أبدا أبدا أبدا. وبعد ما نلم كل الكمية في الأكياس هديكي شوية تعليمات بسيطة هيخلي الطبخة بتاعتك ولا طازة، كأنك لسه شارية بسلة مفصصاها وطبخاها، مفيش اي فرق بينها وبين الطازه. وانسي طعم المجمد اللي بندوقه مزرنخ من بره. هبتدي اعبي كده الاكياس زي ما انت شايفه بالشكل ده. لو وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتيش اللايك فضلا حطيه، بتشجعيني. وكمان اي حد عايز تفريزات تانية او اي تجهيزات تانية لرمضان سيبها لي في الكومنتات، بقرأ الكومنتات وبعمل اللي انتوا طالبينه بالتوالي. دلوقتي البسلة بتاعتنا خزنتها في الأكياس وخرجت الهواء الزيادة زي ما انت شايف. عايزة أقولك بتفضل بلونها ده وخضرها ده واللون الخطير ده من غير ما تتلج، لأنها ناشفة وجافة تماما. بدخلها الفريزر. لما باجي أطبخ الطبخة حاجة من الاتنين، لا بسبك الصلصة بتاعتي وانزل بالبسلة على طول من الفريزر في الصلصة تفك وتغلي معاها، لإلا بشوح البسلة وهي متفرزة زي ما هي من غير ما تتفك أبدا مع البصل، وبعدين أطشها بالقوطة. يعني عندك الحلين دول. لو انت بتحبي الأكل متشوح هتنزلي بيها مجمدة، لو بتحبيه خفيف كده هتروحي حطاها على طول في الصلصة. يعني في الحالتين ما يتفكش الخضار أبدا، ما ينفعش أبدا أبدا أي نوع خضار يتفك، هيغمق منك ويسود ومية، يعمل مية ويزرنخ في الطبخة. ولو هتعملي شوربة، أفضل حاجة للشوربة الخضار إن الخضار كله يتشوح في معلقة زيت أو معلقة سمنة، يعني مادة الدهنية اللي تحبيها. بتشكلي الخضار بتاعك اللي انتي مفرزاه وتشوحيه في الحلة الأول لحد ما هو بفعل الحرارة الشديدة بتاعت النار العالية بينزل كل التلج ويتشوح تشويحة حلوة. بتروحي طشاه بشوية الشوربة الحلوين اللي زي العسل بتوعك، بيطلع معاكي أحلى شوربة خضار. فهتتعمل خضار أو هيتعمل طبيخ، في الحالتين زي الفل. خضار السوتيه بنشوحه الأول في طاسة فيها معلقة زيت، أو لو بتحبي تحمري في زيت غزير دي حاجة ترجعلك. المهم اللي حابة أقوله إن مفيش خضار بيتفك عشان يديكي النتيجة الفريش، إن هو ينشف تماما من أي مية، وإن هو تستخدميه وهو مسلج ما تفكهوش. وكمان وانت بتختاري الخضار تختاريه حلو نظيف درجة أولى. كل ده هيفرق معاكي في النتيجة النهائية، ومش ممكن تحسي إنك بتاكلي خضار متفرز من بتاع الشركات. أنا بحبكم جدا، كل سنة وانتم طيبين. لو حابين أي تفريزات أو تجهيزات تانية لرمضان سيبولي تحت كومنتات، هنعمل كل الحاجة مع بعض بفضل الله وبإذن الله. واللهم بلغنا رمضان. أنا بحبكم جدا، اوعى تنسوا اللايك والشير والمتابعة كمان والاشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفيني. يلا بينا على طول بقى، يلا بينا ايه ده، احنا خلصنا خلاص. يلا سلام.